السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة تكسب الموتوسيكلات. حاجة بسيطة كده يعني. سؤال بيقول واحد بيقول لي يعني هو ليه لازم أسخن الموتوسيكل الصبح قبل ما أمشي؟ بصراحة أنا شفتها بعناية ناس، الله يبارك لها يعني ويهديها، مجرد ما بتدور الموتوسيكل كده بتروح طالعة واخدة الغيار وتروح طالعة على طول. طب إيه اللي بيحصل؟ الزيت يا جدعان ما بيلحقش يلف في الموتوسيكل. انت جوه في مجموعة تروس ومجموعة بلي ومجموعة حاجات المفروض ان الزيت يوصل لها، وهي عشان تلف عشان ما يحصلش تآكل فيها. فانت متخيل كده مثلا ان انت مجرد ما بتدور الزيت بيبدأ يطلع ببطء. يعني انت ممكن تعد حوالي 10 ثواني بس عشان الزيت يوصل في الحتة دي. لسه بقى المفروض يكمل لغاية الوش من فوق ويبدأ ينزل على الصبابات وعلى الكتينة أو على الشواكيش لو المكنة سياخ، ويبدأ ينزل تاني ويبدأ يوصل لجميع أجزاء الموتور. فأنت متخيل يعني ممكن تخش لك في 30 ثانية بس عشان الزيت يوصل بس لجميع أجزاء الموتور. ده لو زيت لزوجته مثلا 20-50. فتخيل الناس بقى اللي بتستخدم الشيل التقيل بقى بياخد وقت قد ايه عقبال ما يوصل. عشان الناس فاكره ان هو مجرد ما بتدور المكنه الزيت بيروح طالع على طول. لا، ده مش موتور ميه بيرفع ميه. الزيت ده بيبقى لزج وزوجته بتبقى تقيله شويه. ترمبة الزيت عقبال ما بترفعه بس لفوق كده لغايه الحته بتاعت وش الزيت كده من تحت بتاخد حوالي 10 ثواني بس. فانت متخيل بقى عقبال ما يكمل لفوق والرشاشات فوق وبيرجع تاني وينزل تحت بياخد وقت قد ايه. فعشان خاطري اتقوا الله في الحديدة اللي تحت رجليكم وسخنوها قبل ما تطلعوا. يعني لغاية بس حط ايدك كده، مجرد ما تمسك حرارة تبدأ تلاقي حرارة هنا في الحتة دي ابدأ اتحرك. مش طالبين منك حاجة يعني ان انت تسخنها قوي، مجرد بس تحط ايدك كده تلاقي دفيت كده او بقى في حرارة هنا، خلاص ابدأ اتحرك. وما تستخدمش زيت تقيل واستخدم زيت كويس، وان شاء الله ربنا يبارك لكم في المكان بتاعكم ويحفظكم يا رب. ويا ريت تنشروا الفيديو عشان الناس تستفيد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.